المعدل ما يتبدل، وعشان شاطرة ومعدلة قررت اليوم أعملكم أطيب وصفة بسبوسة. خلينا نبلش. عندي لبن، جوز الهند، سميد، سكر، زيت وطحين، بيض، قشطة، بيكنج باودر وفانيلا. هنا راح أضيف حبتين من البيض، لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، وراح أضيف عليهم معلقة كبيرة من الفانيلا وكاسة من السكر. هنا راح أبلش أخفقهم لحتى يصير لونهم أبيض. طبعا هيك بعد ما خفقتهم راح أضيف كاسة من اللبن، وراح أضيف كاسة من جوز الهند، وكاسة من السميد الخشن، ضروري يكون سميد خشن، كاسة إلا ربع من زيت الذرة، وكاسة إلا ربع من الطحين. هون إذا ما حبيتي أنت الطحين ممكن تضيفي بداله سميد أو جوز الهند. باكيت من القشطة ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هون راح أقلبهم مع بعض كتير منيح. طبعا بصدر مدهون شوي من الزيت راح أضيف الكمية. هيك بعد ما أضفت الكمية كاملة أنا هون دكيت شوي من اللوز وراح أزينه باللوز. هون فيك أنت تزيني أي إشي أنت بتحبيه، وراح أدخلهم على الفرن لمدة نص ساعة. طبعا هون راح أحكي عن القطر. أنا استخدمت هون مي وسكر وشرحة من الليمون. بطنجرة راح أضيف كاستين ونص من السكر، وكاسة ونص من المي، وشرحة من الليمون. هنا حطيتهم على الغاز وراح أتركهم لحتى يغلوا، وبعدها راح أطفي الغاز عليهم. هون بعد ما طلع عندي الصدر من الفرن ما شاء الله شكله، راح أبلش أكترهم. طبعا هون القطر زي ما انت بتحبي، إذا بتحبي سخن ممكن تضيفي سخن، وإذا بتحبي بارد بصير كمان. هيك بعد ما كترت الصدر كامل ما شاء الله ريحته بتجنن، جد لازم تجربوها. هاي من أروع الوصفات اللي ممكن تجربوها جد. كانت معكم ابتهال الطوباسي. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالصفحة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. والسلام.